ما تعملي التونة في البيت ووفري فلوسك يا فوزية. تعالي نعمل التونة في البيت بطريقة سهلة وبسيطة وكمان حلوة جدا، يطلع طعمها تحفة ومش هتفرقي عن اللي بتجيبه من بره، بالحاجة عاملاها بايدك ونضيفة وكمان طعمها حلو جدا. اول حاجة هنجيب سمكة البلاميطة او سمكة التونة. انا لقيت متوفر عندي سمكة البلاميطة فجبتها وقلنا بقى نعمل تونة كده، وهنخزن تونة بقى، يبقى عندنا تونة على طول في البيت. ليه اجيبها من بره؟ العلبة فيها معلقتين ب35 جنيه. اول حاجه هنقطع بقى السمكه بتاعتنا كده قطع وامسكيها كويس، عشان هي كانت عماله تتزحلق مني، فاضطريت ان انا اقلع الجلافز عشان اعرف امسكها كويس وانا بقطعها واتحكم فيها. او لو عندك فوطه مطبخ ممكن تقدري تمسكيها كده، يعني مخصصه للاكل، وقطعيها كده قطع علشان تعرفي ننضفها مع بعض ونسلقها. اول حاجه هنضف السمكه وهقطعها كده قطع، وهاتي بقى اي سكينه كده كبيره حلوه عندك حاميه وايد هون كده وقطعي بيها، عشان الشوكه بتبقى بتاعتها ناشفه شويه. احسن لك وانتي بتجيبيها خلي الراجل يقطعها لك عشان تبقى سهله معاكي. بعد كده هنقطعها كده قطع وناخدها بقى ننضفها ونغسلها كويس جدا، ونعمل لها بقى ايه محلول كده حلو هننقعه فيها شويه. هنضف السمكه بتاعتي كده من جوه. هو بصي بيبقى عند الشوكة شوية في دم كده، فهو دي مغمقاها. هننقعها دلوقتي ونشوفها عاملة ازاي. هرش عليها رشة ملح وشوية من الخل، يعني حوالي نص كوباية من الخل ورشة ملح حلوة وعصير ليمونتين كبار كده، وهنقعهم فيها شوية حوالي ساعة علشان يشيل فيها اي زفارة، والسمكة بتاعتي تلاقيها نضيفة كده وحلوة مفيهاش اي حاجة. هقلبها بقى كويس على الوشين عشان خاطر ميبقاش فيها اي زفارة، وكلها كده تاخد من الليمون والخل. بصوا بقى المية بتاعتها بعد ما قعدت ساعة نزلت كل الدم اللي فيها، و افتحت كده معايا السمكة. بعد كده بقى ناخدها نغسلها كويس جدا، وبعد كده ننزل بقى في مية سخنة كده بنص كوباية من الخل وورق لورو وحبهان وبصلاية متقطعة وفلفل وكمون. هقلبهم بقى كده في المية، وكمان حطيت معلقة من الملح. هنزل بقى بقطع السمك. سوري هنا على الصوت عشان انا واخد دور برد. نزلت بقى بقطع السمك وهنسيبها تاخد غلوتين، وبعد الغلوتين هنوطي حوالي نص ثانية. بعد ما تغلي معاكي غلوتين كده حلوين هوطي نص ساعة واسيبها على نار هادية خالص لغاية لما تلاقيها مستوية، والسمكة كده هتلاقيها ماسكة نفسها بس بتبقى مستوية ودايبة. بس كده هنغطيها، ولما تستوي نطفي النار عليها كده والنار تهدى شوية وناخدها بقى ونقشرها مع بعض. هنا خلاص كانت السمكة استوت كويس، بصي ماسكه نفسها بس هي يعني مهريه كده، هتشوفها معايا في الفيديو ده بعد نص ساعه بعد ما خدت غلوتين حلوين. هسيب الشوربه تبرد وبعد كده نطلع السمك بتاعنا، وتعالوا بقى نفصصه مع بعض ونشيل منه اي شوك. جبت بقى البرطمانات بتاعتي مغسوله ومتعقمه كويس جدا عشان نحط فيها التونه. همسك بقى سمكه التونه كده وامسكها واقشر القشر اللي عليها من بره ده خالص، وننضف الشوك مع بعض. هي مبقاش فيها شوك كتير. بصوا التونة مستوية وكمان طالعة لونها حلو وريحتها جميلة جدا، والشوربة بتاعتها متبهرة كده وريحتها حلوة. اقشر بقى التونة وافصصها كلها بنفس الطريقة، واخليها بقى حسب ما انت عايزة قطع، يعني انا اسيبها قطع واما تيجي تفتفتيها كده اما تحطيها في الطبق بقى حسب ما انت عايزة. انا حطيتها كده قطع في البرطمان. بصوا دايبة كده في ايديا عمالة بتتفصص كده. انا هشيل بس القطعة اللي هي بتبقى غامقة جنب الشوكة دي، مش محتاجينها في حاجة عشان بيبقى طعمها مش قوي يعني. هنشيلها ونفصصها كده كويس ونخلص الكمية بتاعتنا كلها، وتعالى نعمل بقى محلول عشان نحط فيه التونة بتاعتنا ونحفظها فيه. هخلص الكمية كلها ونعمله مع بعض. عايزة اقولك بجد طريقتها حلوة جدا، وكمان طعمها اجمل وموفرة عليكي كتير. يعني انا عملت 3 برطمانات من دول كبار، حجم البرطمان كبير. وكمان يعني تعمليها، يعني انتي لو اسرة كده عايزة تعملي طبق كده حلو كبير جنب شوية بطاطس، هتعمليها ممكن تاكلي من البرطمان دوت 3 مرات يعني. شوفي هتوفر معاكي قد ايه. من بره انتي بتجيبي علبة صغيرة ما بتعملش اي حاجة، فلازم تجيبي 2 عشان تقدري تكفي عدد الاسرة.
فبجد حلوة قوي وموفرة. هنعمل بقى محلول الحفظ اللي احنا نحفظ فيه التونة. خدت 2.5 كوباية من الشوربة، حطيت عليهم نص كوباية من الخل. طبعا الشوربة بتاعتنا متبلة ومتبهرة كويس جدا، فمش هنزود حاجات كتير. خلاص كده هنحط بقى البرطمان بتاعنا كله كده، هنملاه بالشوربة ونسيب بس اخر وش كده. هقولكوا ليه دلوقتي. حطي الشوربة بقى كده في البرطمانات بتاعتك كلها، وبعد ما تملي البرطمان بتاعك هاتي بقى قرن فلفل كده حامي وحطيه على الوش. وهقفل الوش بتاعي بطبقة من الزيت عشان ما يدخليش اي هوا، والتونة تبقى بتاعتي محفوظة كويس جدا. حطيت كده طبقة من الزيت بس على الوش، وبس كده خلصنا التونة بتاعتنا. وتقدري تعمليها سهلة وبسيطة، وكمان طعمها حلو جدا ومش هتفرقيها عن بره، وبجد حلوة. يا ريت بتجربيها وتقولي رأيك كده في الطريقة بتاعتي. تعالوا بقى نطلع شوية من التونة ونشوفها مع بعض. طبعا انت تقدري تاكلي منها بعد يومين كده او 3 ايام. طلعي منها وكلي عادي، ونحفظها في التلاجة. بس كده هطلع بقى تاني يوم كده منها حبة وهوريهم لكم. هنا بقى ده كان تاني يوم او 3 يوم. طلعت كده حبة من التونة. تعالوا بقى كده نظبطها مع بعض. حطيت كده قطع من التونة جنب شرايح ليمون، وكمان هنزل عليها بشوية كده من عصرة الليمون، وشوية من الزيت، وعلى حبة شطة، على حبة ملح بكمون كده خفاف. وندوق بقى التونة بتاعتنا. بجد كانت عظمة. يا رب تجربوها وتعجبكم. باي باي.